الأسبوع ده في دوري الأبطال المعركة الحقيقية ما كانتش بين اللعيبة، كانت بين المدربين. طب إيه اللي بيحسم ماتش كبير زي ده؟ هل أسماء النجوم بس هي اللي بتكسب؟ لا، في الغالب خطة المدرب وتكتيكه في الملعب هم اللي بيعملوا الفرق كله. خلينا نشوف ده في 3 ماتشات حصل فيهم حكايات تكتيكية مختلفة خالص. نبدأ ببايرن ميونخ وريال مدريد. الماتش ده كان معركة تكتيكية من العيار التقيل. كومباني مدرب البايرن قرر يلعب بضغط عالي قوي جدا، ودي خطة مخاطرها جبية. الفكرة كانت إنه يخنق لاعب ريال مدريد وما يخليهمش يعرفوا يبنوا أي هجمة. الضغط ده فعلا عطل الريال، بس في نفس الوقت فتح مساحات ليهم في الهجمات المرتدة. وهنا الماتش اتحول لمواجهة بين خطة بايرن كفريق وتألق فردي للاعب واحد بس. مانويل نوير عمل 9 تصديات، منهم كورتين جون مؤكد، أداء يثبت إنه لسه أسطورة. طيب نروح لماتش تاني، باريس وليفربول، ونشوف استراتيجية مختلفة تماما. مدرب ليفربول يمكن خوفا من هجوم باريس قرر يلعب بشكل دفاعي بحت ب5 مدافعين. والنتيجة سيطرة مطلقة لباريس سان جيرمان، مسكوا الكورة 74% من وقت الماتش. وده بيبين السيطرة دي أكتر. باريس عملوا تقريباً 3 أضعاف تمريرات ليفربول. والأغرب كمان إن لاعب واحد من باريس فيتينيا عمل تمريرات تقريباً قد لعيبة ليفربول كلهم. أسلوب ليفربول المتحفز ده كلفهم كتير، خسروا 2-0 ومن غير ولا تسديدة على الجون. الحالة الثالثة بتورينا إزاي أحسن الخطط ممكن تقع في ثانية. ده اللي حصل في ماتش برشلونة وأتلتيكو. برشلونة بدأ الماتش ضاغط وبيعمل فرص، بس فجأة كارت أحمر في دقيقة 30 قلب الماتش كله. ب10 لعيبة بس خطة برشلونة كلها باظت واضطروا يدافعوا، وأتلتيكو مسك الماتش. اللحظة دي بتفهمنا إن مهما كانت الخطة قوية ممكن تنهار بسبب غلطة واحدة. يعني في الآخر إيه الخلاصة من كل المعارك التكتيكية اللي شفناها دي؟ اتعلمنا إن الضغط العالي ليه خطورته، وإن اللعب الدفاعي قدام فرقة قوية بيكلفك الماتش. وده يخلينا نسأل سؤال مهم لماتشات العودة: هل التكتيك هو اللي هيكسب ولا مهارة اللاعب؟